مساء الخير او صباح الخير على حسب تشوفوني امتى. اسمعوا معايا الصوت ده كده الاول، ايه رايكم؟ ايوه، هو ده البفتيك المقرمش الناشف من بره والطري من جوه. يلا نبدا في التتبيله على طول. او قبل ما نتبل، هنا معايا كيلو من البفتيك. انتي بتروحي للجزار بتاعك بتقولي له عايزه البفتيك، بتبقى حته معينه كده في العرق في الجلد في العجل. هو بيديها لك وتبداي كده تدقيها بالناحيه الخشنه كده من مدق البفتيك لحد ما تتخرم كلها عشان تتشرب التتبيله. هنا معايا طماطمايه متوسطه على بصلتين، هضربهم كويس جدا في الكبه. هتصفيهم بقى بالطريقه اللي تريحك. انا عن نفسي برتاح في قطعه الشاش دي لانها بصراحه بتنزل معايا الميه كويس جدا وبتسهل يعني بتريحني. تمام. هنحط معانا هنا معلقه كبيره من الصويا صوص، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من الثوم البودر والبصل البودر والسبع بهارات والفلفل الاسود والملح حسب الرغبه، ورشه كده محترمه من جوز الطيب. هنقلب الكلام ده كله كويس جدا مع بعضه، وهنزل على البفتيك بتاعي اللي انا دقاه وفاتحه الانسجه بتاعته كويس جدا، وهفضل اشربه التتبيله كده زي ما انتوا شايفين. اسيبه منقوع اقل حاجه ساعتين. انا الصراحه سيبته ليله كامله. هنيجي هنا بقى ايه للكفر بتاعه. معايا كوبايه لبن عليهم بيضتين ورشه من الفلفل الاسود والملح، وهنا دقيق على بقسماط حط عليه رشه من الثوم البودر والفلفل الاسود والملح بتاعي، ومعانا هنا شويه دقيق على جنب. كل ما كان الكفر بتاعها قوي ومتين كل ما اديك القرمشه اللذيذه دي. تمام. بنزله الاول في الدقيق، وبعدين احطه في البيض واللبن، وبعدين على ميكس البقسماط والدقيق. انا حاطه شويه بسيطه جدا من الدقيق على البقسماط، بتزود القرمشه وبتديله كمان طعم جميل قوي معايا، وبتخلي الكفر بتاعه قوي وما يفكش معايا ابدا في الزيت. هبدا اعمل الخطوات دي كلها وابطط عليه كده بالراحه على قد ما اقدر، وانضفه كويس، وهحطه في العلبه بتاعتي اللي انا محضراها، وما بين كل واحده وواحده كيس بلاستيك زي كده، بحيث ان هي ما تلزقش في بعض، ولما اجي اطلعها اشيل الكيس بس. هنا معايا زيت بسيط خالص. بعد ما سخن جامد هديت النار جدا. يعني اهم حاجه في تسويه البفتيك ان انا هدي النار. وهنا بعد ما عملت الكميه اللي انا محتاجاها، شوفوا معايا القرمشه القمر دي بالطعم التحفه ده. انا سبت كل جنب حوالي 3 دقايق وقلبته على الناحيه التانية. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبألف هنا وشفا. باي باي.